اهلا بكم. النهارده حابب اكلمكم على الريل فيديوز. طبعا كلنا عارفين دلوقتي في مجال السوشيال ميديا بقت مهمه جدا جدا انك تنزل ريلز بشكل مستمر علشان تبقى متواجد وتوصل لاكبر عدد من الكلاينتس او حتى من الفيورز او المشاهدين. فعايز اقول لكم سريعا كده ايه الريل ده وايه اهميته اصلا، وهو دلوقتي ليه الناس كلها مركزه على الريل، وراح فين الفيديو الطويل وليه ما بقاش حد يتفرج عليه او قل بنسبه كبيره جدا. ده اللي هندردش فيه سريعا النهارده. الريل هو في البدايه كلمه ريل كانت جايه من كلمه شو ريل دي كانت الكلمه اللي هي المفروض مندرجه من ان لو حد في مجال الميديا او في مجال فيلم ميكنج بيبقى مثلا ممثل مخرج منتج اي حد عايز يروح مثلا يابروتش او يجيب او يروح يقدم على وظيفه اخرى او على فيلم جديد او على بروجكت جديد، كان بيعمل حاجه اسمها شوريل، مقتطفات سريعه جدا جدا من الفيديوهات او من الافلام او المسلسلات اللي عملها، وكان بيتم حطها في فيديو سريع جدا بحيث ان هو يوري الشخص المهتم ان هو يجي يشتري سيرفيته او السيرفيس بتاعته او يدخله معاه في شغل، انه يوري له هو تاريخه ايه، زي السي في بالظبط. وبعدين تطورت الفكره وبدا طبعا مع السوشيال ميديا وتطور السوشيال ميديا بدا طبعا الانستجرام، محتوى الانستجرام على السوشيال ميديا بدا في الاول كان بوست عادي، ناس بتنزل بوست عادي، بتنزل صوره او بتنزل بورتريت او حاجه، وبعدين ابتدى يتطور الموضوع، بدا في فيديوهات. مع الوقت بدا الذوق العام يتغير وبدات الناس كلها تدور على ازاي نعمل ريل يكون سريع وكاتشي ويجراب الاتنشن وفي نفس الوقت ما يبقاش ممل وهو طويل. مع الوقت دخلت فيه موضوع شركات السوشيال ميديا كمان وطورت ده حتى في الانستجرام وبدات تدخل ريلز زي ما حصل سنه 2020. اكبر منصه للفيديوهات زي اليوتيوب نزلوا فورم جديد من الفيديوز وهو الشورتس، حتى هم بدون اي كرياتيفيتي او بدون اي ابداع هم نزلوه اسمه شورت، فبالتالي بقى شورت فيديو فورم بسيط من الفيديو ولكن بنفس الريشيو بتاع الموبايلات اللي هو 9:16 علشان تقدر تستعمل تليفونك، لان طبعا الناس دلوقتي كلها بدات تستعمل التليفون، نادرا جدا جدا من الناس اللي بدات تستعمل او بتتفرج على السوشيال ميديا عن طريق الكمبيوتر. فبالتالي مع الوقت بدات كل التوجهات كبزنس او كسوشيال ميديا انفلونسرز او اي حاجه انه يبتدي يستعمل التليفون ويبتدي يشفت ستيب باي ستيب. الاهتمام الاكبر كان بالتليفون، وبالتالي كل حاجه سريعه سريعه سريعه، فبالتالي انا عايز حاجه تبقى سريعه ويتم انتاجها سريعا ويتم تصويرها سريعا. من هنا جات فكره التصوير بالموبايل، وبناء عليه بدات بعض الشركات تنزل ابلكيشنز عشان تصور محاكاه للكاميرا على الموبايل، زي مثلا الفيديو او الابلكيشن اللي اسمه بلاك ماجيك. ده احنا نفسنا بنستعمله في ماستر برودكشنز لما بنيجي يطلب مننا تصوير ريل، لان ده بيحاكي الكاميرا، تقدر تتحكم في كل حاجه مانيوال، سواء اي اس او، سواء فتحه عدسه، سواء كلفن اللي هو الوايت بالانس، سواء شاتر سبيد. فده بيديك امكانيه انك تتحكم في الفيديو كانه الكاميرا ولكن بالموبايل سريعا. زي ما اتعملت ابلكيشنز للتصوير اتعملت ابلكيشنز ايضا للايديتنج، بدل السوفت ويرز القويه او اللي محتاجه امكانيات على الماك او كذا، زي مثلا الفاينل كات او الادوبي بريمير او كذا، بقى في ابلكيشنز زي او سوفت ويرز زي مثلا في ان، زي طبعا اشهرهم دلوقتي كاب كات، بما انه بقى ينزل يحاكي كمان السوفت ويرز الكبيره. بدات تنزل مثلا ستابلايزيشن لو الكاميرا مهزوزه، بدات مثلا تنزل ماسكس لو انت مثلا عايز تركب حاجتين على بعض وبماسك معين وبيخرج بشكل معين. فبالتالي بدات يتطور الموضوع في حته ان كل البيزنسز بدات تتوجه ان هو هنديكوا التولز او المعدات اللي انتم محتاجينها علشان تبتدوا تصوروا وتعملوا محتوى اكتر بالموبايل، بما انه هو ده الاكسسبيليتي او يعني الناس بقت تستعمله بشكل اسرع واسهل. الكلاينت النهارده لما بيطلب ريل ده مش معناه ابدا ابدا انه بيطلب حاجه لو كواليتي. الكلاينت بيطلب ريل قصده بالموضوع انه عايز تغطيه سريعه للي بيحصل سواء ايفنت او سواء اي حاجه، بحيث ان انا اطلع هاي كواليتي فيديو يتعمل بسرعه اسرع من الكاميرات، لان طبعا انتوا عارفين الكاميرات طبعا الكواليتي الاعلى، فبالتالي بتبقى اسرع عشان تنقل مثلا جيجا بايت بياخد منك وقت اطول عشان تبتدي تقسم وتشوف ايهما احسن لقطات، فبالتالي انت بتاخد كذا ستيب عشان بس تبتدي تحطهم على التايمر وتشتغل. ولكن على الموبايل بيبقى الموضوع اسهل، ان انت مصور بهاي كواليتي فانت عارف انت مصور ايه، فبتبتدي بسرعه تedit على الابلكيشنز او السوفت ويرز اللي قلنا عليها زي مثلا في ان او كاب كات، فبيديك سرعه فبيديك انجاز. السرعه دي ليها مميزات وليها عيب، ان هي خلت الناس ما تركزش قوي في الكواليتي بصراحه، يعني خلت الناس طبعا كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، ولكن من اكبر العيوب في الموضوع ده ان ما حدش بقى يركز قوي في موضوع ان انا مهتم بتفاصيل. طب انا عايز اقول ايه اصلا؟ طب هو الناس نسيت ان الريل ده يا جماعه هو فورم من فورمز او شكل من اشكال التسويق، ولكن هو التسويق بالمحتوى. هل انا الريل اللي انا عملته ده وجبت ناس عملوه ودفعت لهم فلوس، هل ده حقق لي الغرض بتاعي ولا لا؟ هل الناس اللي جت صورت لي دي فاهمه يعني ايه تسويق؟ فاهمه يعني ايه اصلا منتج؟ قعدت معايا الاول سالتني انا عايز اركز على ايه في الايفنت مثلا اللي انا بصوره ده، ولا انا مثلا عايز اطلعه بشكل عامل ازاي؟ ايه القيم او ايه مثلا المود العام للشركه، الجمهور اللي الشركه بتخاطبه مين، عشان اقدر احدد بناء عليه الستايل. هي يا جماعه بالظبط نفس خطوات الفيديو العادي، ولكن بفورم اسرع.
لازم كل حاجه يبقى ليها قصه وليها ستوري. يا جماعه الريل ده هو فورم او شكل من اشكال الفيديو، ولكن هو في الاول وفي الاخر حدوته. انت بتحكي حدوته، سواء حدوته اليوم، حدوته الشركه، حدوته الانفلونسر اللي نازل يصور، في حدوته معينه. علشان كده لازم من اهم الحاجات انك تبقى عارف بالظبط هو المكان اللي انا رايح اصوره ده الناس بتيجي ازاي، طب بتمشي ازاي، طب ايه اللي هيحصل في النص، طب هل بياخدوا حاجه في ايدهم وهم ماشيين، طب بيدوهم جايزه، طب ايه العائد اللي ممكن يعود عليهم لما يجوا ايفنت زي ده، طب انا في الاخر عايز اقول ايه المسج. الاربع مكونات الاساسيه لاي فيديو في الدنيا او لاي محتوى تسويقي في العالم بتنطبق على الريل، زيها زي على الكوبي رايتنج، زيها زي على الكونتنت كريشن، زيها على الفيديوجرافي، زيها على الريل، زيها زي على اي حاجه. اللي هو في الاخر بيسموه سريعا الهوك او الاتنشن، انك تجراب ذا اتنشن. اول ثانيتين تعمل لي حاجه تخطفني، ولكن مش هو ده الاساس، لان انا لازم مع الوقت ابتدي اديك حاجات تبلد الانترست او تديك ان انت تبقى عايز تبقى مهتم بالموضوع. بعد الاهتمام لازم اديك حاجه تخليك عندك ديزاير او رغبه في ان انت تتفرج، وفي الاخر لازم اديك اكشن. انا لازم اعمل لك حاجه في الاخر او اديك اكشن او كونكلوجن او نتيجه في الاخر تقول لك انا بقى راب اب او اقفل بيها كل اللي حصل ده. ما بقاش حد مركز قوي ان ده يا جماعه شكل برضو من اشكال التسويق. اتنسى الموضوع مع الوقت، بقت يلا بينا نعمل حاجه ترند. هو ده مطلوب في فتره من الفترات في التسويق، ولكن ما ينفعش يبقى كل الفيديوهات عشان اعتمد على الترند. وده اللي انا حبيت اتكلم معاكم النهارده في سريعا كده. ان شاء الله المره الجايه باذن الله ابتدي اقارن لكم ببعض الريلز اللي احنا عملناها وايه هي الفكره بيهايند، طب احنا صورناها ليه كده، طب احنا عملناها ازاي. ان شاء الله في فيديوهات اخرى. اشوفكم على خير.